شلونك علوي؟ شلونك كروري؟ والله بنعمة شغلان. والله الحمد لله بخير، وانا اليوم كلش متفائل. يا الله كلش متفائل. شكو يا الله. غير جت التعيينات ان شاء الله باكر نقدم. حضرت معاملتك؟ تعيينات مال ايش؟ تعيينات مال تربيه. غير احنا معلمين. معاملتي جاهزة. شنو جاهز؟ ما عندي شيء. انت داخل بحزب؟ حزب؟ ايه يا حزاب باكر انا تعين لا حزب ولا الحمد لله. شوف هذا يسولف لي، عم انت ما تعين لا مو حزب. لا اخويا شنو حزب؟ اول شيء انا معدلي عالي، وثاني شيء انا من زمان ما يعني صار لي 5 سنوات تخرجت، اكيد لي اولويه. ما لها علاقه، التعيينات اذا عندك حزب قوي او منتمي لحزب يعينوك، هسه انا منتمي لحزب. ومعاملتي جاهزه ومستمسكاتي باكر بس انطيهم المعامله واطلع ما عندي شيء. لا يعني لا، انا ما عندي حزب بس انا متاكد راح اتعين. حزب شنو حزب؟ الحمد لله والشكر لا انتميت لحزب ولا عاد. ما تعين. لا تعين. شوف هاي شوف بالنسبه لشهادتك ومدري شنو هاي نقحها او شققها شهاده، ما يعينوك على الشهاده، مستحيل مستحيل. حد شيء يفيدك هذا اقول لك هسه ما علينا، كملت معاملتك؟ انا جاهز معاملتي باكر ادخل مسيطر. خوش باكر ان شاء الله من الصبح نطلع على مود نلحق نقدم الفايلات، وتدري هم بعد راح تصير هوس لازم نلحق. انت قاعد مالك شغل غير؟ اي ما عندي شيء، وين انا ما لا شغل ولا عمل، منتظر هاي بلكة الله تعين. باكر نروح نسويها الصبح يعني؟ ان شاء الله من الصبح مو متاخر يعني. يلا كان نروح هسه احنا. روحي لان عندي شغلات ما مكملها بعد. خلينا نروح. يلا 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 مشينا. يلا. تفضل. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلونك؟ الحمد لله. سمعنا التعيينات عندكم هنا. وين سمعت؟ منين سمعت؟ نقول لك. والله طلع التلفزيون. هاي شو؟ هاي اول البارح. وين من اقول لك؟ ماكو ما اعرف. القنوات مالتكم استاذ. احنا ماكو، وزارتنا ومديريتها ما عليها اي تعيينات، تعرف الدولة عندها ضائقة مالية وازمة وما اعتقد اكو يعني ماكو لا رواتب لا كل شيء، شلون يعينون الناس تكون عليها مثل ماكو عندنا درجات، هاي تعليمات عندنا. هسه طلع لك تريد تعليمات؟ لا مو منطوها لا تريد. صحيح استاذ ما عندنا منطوها بالاعلام احنا خريجين. على عيني وعلى راسي، خريج وشاب ومن حقك وهذا، بس ماكو يا اخي ما جاي تعطي، ما الدولة ما جاي تعطي اي درجات وظيفية لسنة 2016 2015 و14 كذلك، وحتى احتمال تستمر ل 2025. لان ماكو العراق ما بي بعد فلوس وايد، انتهى العراق. استاذ مو انا دزنا عليك الحجي، منو الحجي؟ حجي استاذ انت عارفه؟ انت طلب حجي؟ استاذ اهلا وسهلا، على اساس طبعا اعتذر ما حياك الله، اهلا وسهلا. شلون الحجي؟ اخباره؟ شلون ان شاء الله؟ الله يخلي. لا الحج عزيز علينا، استريح. انت قلت خريج شنو؟ خريج معهد. معهد استاذ. يعني حجي قرايبك الحجي؟ قرايبي. سولفك عليه الحجي ليش دزنا عليكم هو يعرفكم؟ يعرفني الحج صديق، الحج صديق رفيق الجهاد الحج يعني كنا فرحنا وهذا. الله يحفظك استاذ، انتم متفضلين. على عيني وعلى راسي. الله يحفظك. على عيني وعلى راسي. سهله. هاي جاهز المعامله الثانيه. سهله. بس انطينا الان صح مدير بس ما عنده قلم، يعني اذا عندك قلم استاذ ما جاب قلم. يلا مو مهم، انا اوقعها بدي اخذها بعد تم طرف الحج، انا اخذها للبيت ان شاء الله. يعني امرت البيت؟ ان شاء الله. لا انا اجيبها لكم. انا اجي للحجي واعطيها بيدك، تريد اجيبها لبيتكم وانا بخدمتكم، بس انطيني عنوانك وانا بالخدمه. ان شاء الله. الحاج شلون زين الحج؟ والله الحمد لله سلم عليك. طبعا انا اسف بس انت قاعد هنا. لا استاذ على راسي. ممنون. بس هنا يمه خليك واجد. الله يحفظك استاذ. ما قصر. الله يخليك. سلمنا على الحج هو سلمنا على الحج ان شاء الله. سلمنا. هجيب لك شاي؟ لا على راسي. اروح للمراجعين هو عندكم. الله يحفظك. اهلا وسهلا بوسنا الحجي. واي سلمنا عليه في مالك. يا حياك الله. لا سريع بعد قلبك في مالك. السلام عليكم استاذ. شلونك استاذ؟ شلونك زين؟ الله يخليك. الله يخليك. والله استاذ. الله بخير. الله بخير والعافيه استاذ. شلونك زين؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير.
الحمد لله. وجودكم احنا بخير. الله يخليك. الله يسلمك استاذ رحمه الله. تفضل امور خدمه. والله استاذ سمعنا اكو تعيينات وجينا. وين سمعت التعيينات؟ استاذ البارحه طوها بالتلفزيون. ها؟ البارحه طوها بالتلفزيون لا هذه اشاعات، هذا مال فيسبوك وش اسمه ولا ماكو تعيينات. لا استاذ انا سمعت. ما دولة ما يعني ضائقة مالية، العراق جاي يتعرض لضائقة اقتصادية قوية، ما اعتقد يعني هسه الموظفين جاي يقصون برواتب، واحنا جاي يقصون برواتبنا يدزون بها اعمار للمدن ويعمرون الموصل قبل ما تتحرر هم يدزون عليها فلوس، وهذا يعني فجاي يقتصون هواي استاذ يعني ما ادري يعني ما عندنا والله ما عندنا يعني. لا بس احنا جينا سوا انا وصاحبي. ما عندنا. منو صاحبي؟ هسه صاحبي جينا سوا. شنو طلع لك الكاميرا مثلا تشوفنا شد لنا مثلا يعني شيء. استاذ مو اشد انا، بس احنا جينا سوا وهسه انت قلت لي تعينت، بس يعني استاذ ليش احنا لين ما ننتمي لاي. لا بالعكس، لا بالعكس، هذا ولد هيك جاي على موضوع ثاني يعني، موضوع ثاني مهم من التعيين يعني. شلون مثلا شنو فرقه عنك يعني حتى يعني ما انت شاب وهو شاب، انت خريج ودارس وتعبان وتقرا ليالي وسهران وهو كذلك، شلون نفضل عليك؟ من نفضل واحد على واحد؟ زين استاذ شنو هاي الاسماء اللي البارحه قلتوها يعني؟ قلتوا اكو تعيينات واحنا جينا على هذا الشيء. هاي اشاعات فيسبوك وقنوات مغرضه، هذا الاعلام الضد، هذا يشتغل ضد الدوله جاي يشوف سمعتها. هذا لا تصدقون انتم باي شيء، هي لو كان اكو تعيينات كان سوينا بالنت، عندنا الموقع مالتنا الرسمي ومن خلاله تقدمون. حتى على مود تصير مساواه يعني الكل يتعين، ما تصير بها هذا وهذا ومحسوبيات. يعني استاذ شلون يعني؟ ماكو تعيينات ماكو حبيبي، يعني شو اسوي لك؟ تصير مكان مدير تصير؟ لا استاذ لا مو يصير استاذ. لا يعني شو اسوي لك؟ يعني استاذ المواد يعني اللي انتم تشذبون يعني هاي. لا احنا ما نكذب، لا والله احنا ما نكذب، احنا اصلا احنا بقمه المصداقيه وياكم، احنا لو نكذب كان قلنا لكم جيبوا معاملاتكم ونضم هنا زين استاذ احنا شنو دليل؟ نكون صريح وياكم من البدايه، اقول لك ماكو تعيين. استاذ يعني احنا تخرجنا وقعدنا لا شغل يعني، حتى ما اعرف انا اي مهنه ما اعرفها شلون يعني. وانا صاحب عائله. روح اشتغل استاذ انا من دراستي اشتغل. لمن تدرس؟ انا لو اسولف لك مسيرتي، انا درست 17 سنه، تخرجت رحت للخارج. مسيرتي الجهاديه 23 سنه، انا 23 سنه بالخارج، انام على الرصيف، مرات اجدي امد ايدي للناس ينطوني، مرات الزم سراع التشريف بالسفارات، ماكو ذله ما ذليناها، والحمد لله والشكر بعدين رجعنا واخذنا مدراء، وهذه هاي مكافاتنا يعني. انت هم لازم تصبر وتكافح، وهذه يعني مو هاي الحياه يعني. انت بعدك شاب، بعدك شيء ما شاء الله، وهذه يعني شاب يعني شنو لا شاب استاذ يعني طريق حقنا بس حقنا تطولنا. روح تطوع، روح قاتل. طيب وين قاتل؟ كل 7 اشهر 8 اشهر ينطونك راتب، ينطونك نص راتب. ما عندهم وحيد لعائلته يعني، بس انا الوحيد اللي عائلته، وين قاتل وعائلته وانتم؟ يعني ما حد يموت من الجوع ابني، ما حد يروح يشتغل بالعمل، روح بالسوق، تعلم، بارك الله بالتجاره والنجاره، صير نجار، زين هيك شاكوش وضربه ودقري وهتتعلم. على العموم استاذ انا اشكرك طبعا. تشكرني، ما قدمت لك شيء، انا اسف يعني. بس استاذ احنا ما ادري يعني نسمع شيء ونجي لهنا نسمع ذا الشيء. يا اخي هو كلها درست الناس وهذا، بس شو تسوي؟ البلد هاي حالته تعبانه يعني، مو بدينا شيء. انا لو بيدي استريح نضيع شاي شيء. لا ضيفني ولا شكرا استاذ، لا ضيفني. السلام عليكم. شلونكم قواكم الله؟ شو اخباركم؟ الحمد لله. ايش كملت تجول بيتي؟ يلا تغديتوا لو بعدكم؟ لا بعد. دير بالكم هذا السويش مو ضل بالقاع. صح. يلا بسرعه بس ادخل جوا اشوف الوضع ايش صار. ما اشتغل على وش بيك؟ حسين؟ ما اشتغل. حسين تدري هذا صاحب البيت؟ هذا كان وياي متخرج. هو معلم وانا معلم. بس هو كان منتمي لحزب واني ما منتمي لحزب، وهو تعين. وهاي شوف حالتي عماله هسه اشتغل. هاي الشهاده اللي يتخرج يصير عماله. شو على هو هذا امرك هذا.
اي مع الاسف، مع كل الاسف، الشباب اليوم اللي عنده حزب وداخل تحت عباءة حزب او تنظيم معين، او يخابر عليه حجي، او يخابر عليه شيخ، او يخابر عليه، المهم هذا له تعيين ويحصل تعيين. واكو فيهم ما متخرجين اصلا ويتعين ويتفرغ يكمل دراسه ويرجع يتعين مره ثانيه. والشاب اللي ما منتمي لاي حزب واللي ينتمي بس لوطنه، بس لشعبه، بس القاعه، هذا تعيين ما يحصل. هذا من يصير جهات اول واحد يتطوع، هذا من يصير حركه اول واحد ينشال. ما اعرف الى متى راح يبقى العراق بهالحاله بهالوضعيه. انا ادعو كل الشباب انه ينفرون من الاحزاب السياسيه، ولا يحترمون اي حزب سياسي، ولا يقدرون اي شخصيه حتى لو كانت شخصيه دينيه تحت عباءة الدين استغلت العراق واموال العراق ودوائر العراق وعينت وفصلت وكذا او كذا. ادعوهم انه يخلون العراق فقط نصب اعينهم ويتركون الكل ويقفون ويا شعبهم. وهذه الاحزاب اذا انا ما انتميت والاخوه ما انتموا وانت ما انتميت راح يبقون وحدهم وشوي شوي يتلاشون ونطردهم. بس من انا انتمي لهم وذاك ينتمي لهم وهذا يصير وياهم، هنا راح نستمر بالتدمير ونستمر بخراب بلدنا. ويستمر اللي يجي من طرف الحجي نوقع له معامله ونضمها جوا الميز، ومن يجي واحد فقير ودارس وعنده عائله نقول له روح اشتغل، روح توكل على الله. فادعوكم انهم تتركون هاي الاحزاب اللي نهبت العراق، اللي هي اصلا ما مرتبطه بالعراق، مرتبطه بغير دول وجاي تنفذ مشروع اكبر من العراق كله. وبالاخير قبلونا وقبلوا فكرتنا، وان شاء الله تخلص ونتخلص من الاحزاب. يا الله.